القطاع المصرفي كان مستني بفارغ الصبر القرار الرسمي اللي بيأكد الموافقة على تجديد مدة حسن عبد الله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وده لمدة سنة. كمان لو انت فاكر ان القرار ده عادي وملوش أسباب تبقى غلطان، وده لأن في 5 ملفات مهمة لازم يحلها محافظ البنك المركزي، وده خلال الفترة اللي جاية واللي هتهم كل المصريين. أنا آية الوليلي، كمل معايا الفيديو للآخر علشان تعرف كل التفاصيل. الجريدة الرسمية نشرت قرار بيأكد تجديد مدة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لمدة سنة. لو انتوا فاكرين فحسن عبد الله اتكلف بقرار من رئيس الجمهورية، وده بمنصب محافظ البنك المركزي يوم 18 أغسطس 2022، وده بعد ما أعلن طارق عامر عن استقالته من منصبه كمحافظ للبنك المركزي، وده بعد ما قضى حوالي 7 سنين في منصبه. استقال قبل سنة و3 شهور من نهاية ولايته الثانية. حسن عبد الله جات له الفرصة، وده بعد موافقة على تولي المنصب في وقت صعب جدا كانت بتمر فيه مصر بظروف اقتصادية صعبة، أهمها ضغوط نقص العملة الأجنبية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، واللي تسببت في خروج 22 مليار دولار من مصر في 2022. ده طبعا أثر على الجنيه وانخفضت قيمته بنسبة كبيرة. كمان التضخم ما كدبش خبر وزاد جدا، وزادت معاه الأسعار، لكن حسن عبد الله ما استسلمش وقرر يقود المركب. لكن يا ترى هيواجه ايه في السنة الجديدة؟ أول وأهم ملف هيواجه حسن عبد الله هو ملف صندوق النقد والتفاوض الحكومي اللي شغال مع إدارة الصندوق ومصر علشان نقدر ننتهي من برنامج الإصلاح الاقتصادي واللي بيدعمه الصندوق بقرض قيمته 3 مليار دولار. لو انتم متابعين فأكيد هتكونوا عارفين إن صندوق النقد وافق على صرف أول شريحة من القرض، واللي كانت حوالي 347 مليون دولار السنة اللي فاتت، وده ما كانش بالسهل، لكن كان في مفاوضات مع إدارة الصندوق عملها حسن عبد الله أكد فيها أن مصر بتنفذ سياسات الإصلاح الاقتصادي واللي كان أهمها تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، كمان تخرج الدولة من بعض الأصول المملوكة ليها لصالح القطاع الخاص. وقتها الصندوق توقع أنه بموافقته على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي مصر هتقدر تجذب تمويلات بحوالي 14 مليار دولار، وده من مؤسسات دولية. لكن اللي حصل إن الصندوق تأخر في إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي واللي كانت المفروض تتم في مارس اللي فات، وفي مؤسسات دولية قالت إن ده بسبب خلاف من الطرفين وهم الحكومة المصرية وإدارة الصندوق بسبب تطبيق مرونة سعر الصرف. طبعا المفروض المهمة دي دلوقتي على حسن عبد الله وإنه يحلها بشطارته. تاني أهم ملف هو توحيد سعر الصرف، وكمان أهم حاجة إنه يقضي على السوق السوداء وده لتجارة العملة. طبعا كل ده بشرط مهم جدا، وهو إن الحكومة تقدر تجذب موارد دولارية كفاية تخليها تقدر تتحكم في السوق. أما التضخم فهو من أهم الملفات اللي هتواجه حسن عبد الله، وده لأنه وظيفة محافظ البنك المركزي في كل العالم إنه يستخدم كل الأدوات اللي عنده علشان يقلل معدلات التضخم ويسيطر على زيادة الأسعار. نيجي بقى لأهم ملف قدام عبد الله وهو سعر الفايدة، واللي يعتبر واحد من الأدوات اللي بتستخدمها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وده علشان تقلل التضخم. نيجي لآخر ملف وهو بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي، بمعنى إنه يزود الاحتياطي من العملات الأجنبية، وده هيساعد كتير في دعم الجنيه المصري. تفتكروا حسن عبد الله هينجح في إنه يعدي بكل الملفات دي ولا إيه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.